تحياتي. النهاردة هكلمكم عن الفنان أحمد أباظة. يلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا بيكم. أحمد أباظة مدته ملامحه بالظلال مملوءة بالشر، وهو ما دفع به للسينما ليبرع في أدوار الشر، فجسد شخصية أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في فيلم الشيماء. ظل أحمد أباظة يحلم بالابتعاد عن هذا الدور تحديدا، على أمل الدخول في تجربة أدوار جديدة ومختلفة، حتى برع في دوره في مسلسل اللسان المر عن قصة الكاتب الكبير عبد الوهاب الأسواني. وبالرغم من نجاحه في هذا الدور، إلا أن المنتجين والمؤلفين استمروا في تقديمه كشرير في كل الأدوار. اسمه الحقيقي هو أحمد سليمان مهدي أباظة. ولد في الربع مارية، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس زراعة، ثم درس في معهد الفنون المسرحية سنة 1957. عمل في المسرح في بداية حياته كممثل الأدوار الثانية. قدم عدة أدوار متنوعة مثل الأخرس في بهية وحارس العمارة في الخوف، ومن مسرحياته البغل في الإبريق ويحيى الوفد ياسين وبهية، عن مسرحية الكاتب الكبير نجيب سرور، وقدم للدراما التلفزيونية الرحيل والساقية واللسان المر. انحصاره الدائم في أدوار الشر. كانت ملامح الفنان أحمد أباظة رحمه الله تفرض عليه أن يكون شريرا في الأفلام، على الرغم من كرهه لتلك الأدوار التي حصره فيها المنتجين والمؤلفين، وحبه للتمثيل دفعه للقبول بأي دور يعرض عليه، كما أنه لم يتطرق للعمل بأي مشروع آخر لأنه لا يعرف سوى الزراعة، وهو خريج كلية زراعة. وبعدها التحق بمعهد التمثيل، وكان من زملائه في ذلك الوقت ملك الشاشة والترسو الفنان فريد شوقي، كما أن العائلة كانت تعيش على إيراد الأرض الزراعية التي كان يملكها حتى مماته. كان يتمنى أن يخرج من تلك الأدوار. علاقته بدنجوان السينما المصرية والسادات. كانت العائلة تعيش على إيراد الأرض الزراعية حتى مماته، وقد جمعت بين أبي ورشدي أباظة صلة قرابة، وكانت هناك علاقة صداقة قوية بينهما قبل الدخول لعالم السينما، إلا أنهما افترقا وانشغلا في العمل، وانقطعت الصلة بينهما. وعندما مرض دنجوان السينما المصرية ودخل في غيبوبة، طلب من أبي زيارته، ولكن أبي رفض، وقال إنه لا يقوي على رؤيته على هذه الحالة. قال ابنه أن والده أنقذ حياة السادات. طلب السادات من والدي عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين أن يختبئ عنده في شقته أثناء فراره من ملاحقة الإنجليز، وبالفعل حدث ذلك. وبعدما تولى الرئاسة وقع والدي في مشكلة، فاقترح عثمان أخي علي أن يتوجه للرئيس السادات لحلها، لكنه رفض، لأنه يرفض دائما أن يكون لأحد جميلا عليه. أما عن علاقته النسائية، فتعددت علاقته النسائية قبل الزواج بسبب وسمته وانغماسه بالسينما، وأوقعه ذلك في مشكلة كبيرة مع زوجته فيما بعد، وأثناء حضوره أحد الأفراح التي كانت تحييها الفنانة سهير زكي، اقتربت منه في دلال وجلست على رجله وهي ترقص، وقالت سهير زكي بميوعة لأمي: بتغيري يا مدام؟ فردت عليها قائلا: لا خديه، أصل اللي خدته القرع يا حبيبتي. وضحك الجميع ومر اليوم بسلام أثناء الفرح، ولكن عند العودة للمنزل وقع شجار حاد بينهما. وفي مقابلة مع الأستاذ طلعت أحمد أباظة نجل الفنان الراحل دار هذا الحديث في البداية. سئل عن اسمه ووظيفته فأجاب: طلعت أحمد سليمان إسماعيل أباظة، 54 سنة، وأعمل محاسب حر، ولي أخ وحيد هو الأستاذ عثمان أباظة، ويعمل بإذاعة الشباب والرياضة.
عائلة أباظة من أكبر العائلات بالشرقية، وخرج منها مشاهير كثيرة، منها الوزير الراحل ماهر أباظة والفنان الكبير رشدي أباظة. حدثنا عن هذه العائلة. عائلة أباظة خرج منها الكثير، مثل الشاعر الكبير عزيز أباظة، والكاتب فكري أباظة الملقب بالضاحك الباكي، وأيضا الكاتب الراحل ثروت أباظة. وفي مجال الفن خرج منها محمد عبد الحميد أباظة، والممثل الراحل فكري أباظة الشقيق الأصغر لرشدي أباظة، وشقيقي عثمان أباظة الذي شارك في بعض الأفلام، وأيضا أكمل أباظة والذي شارك في فيلم وحيد ولم يستمر بالفن. تزوج الفنان أحمد أباظة مرة واحدة من العائلة، وهي والدته المرحومة سميرة هانم محمود فهمي أباظة. أما عن بدايته فقال ابنه أن مسرحية سيد درويش مع الفنان الراحل محمد نوح، ومسرحية زقاق المدق، وأيضا الثعلب فات مع فرقة الفنانة تحية كاريوكا، بالإضافة لمسرحيات قنديل أم هاشم وأيوب الجديد. وعلى مستوى السينما كانت أبرز أفلامه الشيماء والرسالة والسيرك، ومع فريد شوقي العميل 77 وفيلم الجاسوس. الراحل أحمد أباظة رغم ضخامة جسده وأدواره الشريرة إلا أنه اشتهر في الوسط الفني بطيبة القلب. فما هي صفات الوالد الشخصية؟ نعم، فبالرغم من أدوار القتل والشر التي قدمها الوالد إلا أنه كان يخاف من منظر الدم. وسوف أحكي لك هذه القصة الشهيرة. كنت في 9 من عمري، ودخلت المستشفى لإجراء عملية اللوز، وأحضرت لي الوالدة بيجامة حمراء لكي أرتديها بعد العملية. وعندما جاء والدي لزيارتي فتح باب الغرفة وشاهد اللون الأحمر فعاد للوراء، فخرجت والدتي له فقال لها: ما هذا الدم الكثير الموجود على السرير؟ فأخبرته أنها بيجامة حمراء. وانتشرت هذه القصة في الوسط الفني. ومن أبرز صفات والدي رحمه الله الطيبة الشديدة والتواضع، وكانت له نظرة ثاقبة في الأشخاص الذين يتعامل معهم، وكان حقاني جدا ولا يخاف في الحق لومة لائم. وكان صديق شخصي للعديد من الفنانين، أذكر منهم الفنان محمد السبع، والفنان عبد البديع العربي، ومحمد توفيق، وعلي الغندور، والفنانة زوزو ماضي، والكبيرة أمينة رزق، وأيضا العظيمة تحية كاريوكا، بالإضافة للكاتب الإسلامي المرحوم محمد علي ماهر. اتسمت حياة الفنان أحمد أباظة الشخصية بعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصري الذين لهم معه مواقف. ويروي نجل عثمان أن الشيخ محمد الطوخي انبهر بأدائه لشخصية إبليس بمسلسل من أسماء الله الحسنى، وداعبه: شخصيتك في المسلسل غير الحقيقة، هتخليني أحب إبليس ولا إيه؟ كما ساهم أيضا الفنان أحمد أباظة في تربية ورعاية الكابتن محمود الجوهري في بداية حياته حين كان في حلوان طالبا. واتخذ والد الكابتن إلى أباظة وقال له: أنا معرفش حد في حلوان غيرك، رعيه عشان انت هتبقى أبوه التاني. قام أباظة بالتمثيل في أكثر من 45 فيلما ومسلسل. ففي السينما قام بالتمثيل في أفلام شهيرة، منها عاصفة في الربيع، الهوى ملوش دوا، انتصار الإسلام، مغامرات إسماعيل ياسين، صراع في الوادي، ضرب المهابيل، باب الحديد، وجميلة بحريد، وقلوب العذارى، نداء العشاق، بهية، غصن الزيتون، بنت الحتة، الرسالة، والشيماء. وساهم في الأعمال الدرامية حيث قام بالتمثيل في مسلسل الحواجز الزجاجية، وقد كانت آخر أعماله الفنية فيلم مسافر بلا طريق، وفيلم 424، وفيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، وكانوا في عام 1981. فقد اتخذ الفنان أحمد أباظة نظاما خاصا في الشر، فبرغم أن ملامح وجهه التمثيلية قاسية ونظرته ثاقبة إلا أنه كان له طابع خاص جدا في الشر، ولكنه كان في الصفوف الخلفية مع الممثلين الذين اشتهروا بالأدوار الثانوية. فاشتهر الفنان أباظة بشخصية ملك الزمان في فيلم شفيقة ومتولي،
وأبو لهب في فيلم الشيماء، والرسالة، والشيخ البحبهاني في فيلم غصن الزيتون، ورئيس العصابة في فيلم عاصفة في الربيع. أما عن تفاصيل أيامه الأخيرة فقال ابن طلعت أن أحمد أباظة مرض في شيخوخته بعدة أمراض من بينها السكر والضغط، وفي أحد الأيام ارتفع ضغط الدم لديه فأدى لانفجار أحد الشرايين، ومن ثم دخل في غيبوبة، ولم يحضر عزاءه أي من الفنانين، كما أنهم لم يزوروه في المستشفى أثناء المرض. ولا أتذكر أن أحدا فعل هذا إلا الفنان علي الغندور، كما أنه لم يكرم في حياته نهائيا بما يليق بمسيرته الفنية. رحم الله الفنان القدير وأسكنه فسيح جناته. للاستمرار والمتابعة برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.